صعبة طبعا عشان بتتكلم مباراة نهائي مع فرقة كبيرة خدت بطولات قبل كده كتير، ترجي، واحنا عارفين المباراة تكون صعبة، بس احنا دلوقتي بنجهز للمباراة بشكل كويس وبنحضر المباراة بشكل كويس، واحنا مش أول مرة نلعب في رادس. معظم اللعيبة اللي عارفانا موجودة، عارفين قيمة المباراة وعارفين صعوبة المباراة وعارفين ان نستقبل هناك جمهور كبير هناك، وعارفين ان المباراة صعبة، عشان كده بنحضر من دلوقتي ولينا دور كلاعيبة كبيرة موجودة. لينا دور الفترة الجاية، احنا بنحضر للعيبة ونحضر للمباراة بشكل كويس، والأجواء اللي هتحصل هناك بنحضر اللعيبة بشكل كويس جدا. كل مقابلة لها أحكام. صحيح التاريخ ينصف النادي الأهلي في كثير من الأحيان، لكن المقابلات النهائية عمرها ما تكون التاريخ هو الفاصل في اللقاءات. اللي باش يكون حاضر أكثر في المقابلة على مدار 90 دقيقة هو اللي باش ينتصر. لاعبين النادي الأهلي كل يمتازوا بالخبرة، عندهم من الخبرة الكافية إن شاء الله، ونعرفوا نحضروا المقابلة متاعنا باش نرجعوا ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من تونس باذن الله. فرقه كبيره وفرقه محترمه، هم بقالهم كذا سنه بعيد عن افريقيا وما بيوصلوش نهائي، واخر مره لعبوا يعني لعبناهم في النهائي هم اخذوا مننا البطوله، فالدوافع مختلفه، وان شاء الله احنا دوافعنا هتكون اكتر ونبقى جاهزين للماتش اللي هناك ونقدر نتعامل مع الضغوطات. هم زي ما قلت لك عندهم مجموعه لعيبه كويسه السنه دي عن السنه اللي فاتت مع تغيير المدرب طبعا، فان شاء الله يعني تبقى على قد المسؤوليه ان شاء الله ونرجع ان شاء الله بالمكسب. والله طبعا انت بطولة افريقيا اصلا عامة صعبة جدا، بس طبعا ده يعني النادي الترجي طبعا نادي كبير ونادي محترم محقق بطولة افريقيا يعني على كذا مرة، ويعني فنادي كبير ونادي جماهيري، فدي حاجه كبيره جدا. فطبعا المباراه تبقى صعبه عليهم وعلينا، مش هتبقى علينا احنا بس ولا عليهم هم بس، لان ده في الاول والاخر ده نهائي، فالمباراه بتبقى كبيره بين الفريقين. فان شاء الله زي ما قلت لك وارجع اقول لك تاني، ان شاء الله اتمنى كل حظ معانا والتوفيق معانا ونقدر نحقق البطوله ان شاء الله. في الاول وفي الاخر انت بتدي اي فرقه احترامها لما تلعبها، خصوصا لو بتلعب تاني ترجي نادي كبير واسم كبير وليه جمهور كبير، فطبيعي ان انت هتبقى بتحضر للماتش وبتبقى مركز اكتر. بس في الاول هم طبعا اختلفوا عن السنه اللي فاتت واللي قبلها كتير، يعني احنا السنه اللي فاتت كسبناهم 3-0، السنه اللي قبلها برضو كسبناهم 1-0 في جول محمد شريف، فاخر مرتين الحمد لله عملنا نتيجتين ايجابيتين ورجعنا في القاهره برضو الحمد لله كسبنا. فاحنا بنقبل ان احنا نكمل ده ونحافظ على السلسله اللي احنا عاملينها هناك، وفي الاول وفي الاخر هو ماتش كوره، الجمهور طبعا ليه عامل ومؤثر وكل حاجه، بس انت متعود انت في النادي الاهلي بتلعب دايما تحت ضغط وتحت جمهور، فمتعود على الكلام ده. الماتشات مختلفه تماما، النهائي ملوش كبير، له كبير اللي بيجتهد في الملعب واللي بيموت نفسه واللي بينفذ التعليمات 100%. فان شاء الله باذن الله نطلع كل اللي عندنا في الماتش ده هنا وهناك وناخد البطوله ان شاء الله. انا نفسي يعني من زمان ان انا العب فاينل او اخد افريقيا، اول واحد في الفرقه هموت نفسي عشان انا نفسي احقق حاجه زي دي. يمكن في لعيبه كتير طبعا محققه بطوله افريقيا في النادي، يمكن دي اول بطوله ليها تبقى مختلفه بالنسبه لي شويه يعني. It's gonna be important. It's a big one. I'll be happy to be part of the history of the club to win this one. It'll be my third final in a row, and I want to be happy at the end of the match. البطولة مهمة أوي، مهم طبعا، وإلي كشخصي ده أكبر ماتش هلعبه بحياتي دلوقتي، وأول بطولة كبيرة أنا بقدر أكسبها مع فرقة، والنادي الأهلي نادي كبير، 5 نهائي ورا بعض، وإن شاء الله نكسب البطولة، ده أهم حاجة. طبعا انا مبسوط جدا ان انا رجعت على الماتش زي ده، دخلت الماتش اللي فات بس ما لعبتش، ما خدتش دقيقه لعب، بس مبسوط ان انا بقيت سليم وفي وسط الفريق. طبعا الموجودين كلهم لعيبه كويسه وكلنا دعم ليهم، مش فارقه انا العب او ما العبش، اهم حاجه الفريق يكسب، اهم حاجه كلنا اللي بيلعب كلنا سند ودعم ليه دايما في الملعب، وباذن الله يعني لو ليا نصيب ولعبت طبعا اقدر ربنا يعني ابقى موفق وربنا معايا يعني ونشيل الفريق. ما لعبتش اهم حاجه ابقى سبورت كلنا على الموجودين في الملعب ان شاء الله. لا يعني طبعا جمهور الاهلي انت عارف دايما في ظهر اللعيبه، ودايما هو اللي بيساند كل الناس في كل مكان.
عندنا فاينل. انا بطمنهم جدا وبوعدهم ان شاء الله ان احنا هنعمل كل حاجه هنتعب كلنا عشان ناخد البطوله، وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله دي ونحققها، لان انا واحد من الناس اللي بتمنى يعني ان احنا ان شاء الله نكسب البطوله دي. عايز يبقى معايا 4 بطولات افريقيا في 5 سنين، عايز يبقى اسمي يتحط في تاريخ النادي الاهلي، عايز يبقى اسمي دايما يتذكر بالخير، عايز دايما يبقى اسمي دايما يتذكر بالبطولات. وطالما انت لعبت في النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده وبقول دايما، طول ما انت في النادي الاهلي انت في نعمه كبيره، لازم تحقق بطولات، لازم تعمل انجازات، لازم تعمل تاريخ لنفسك هيفضل مدى الحياه لاولادك واهلك واصحابك وكل الناس اللي بتحبك هتفضل تفتخر بيك. فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا في النهائي ونكسب البطوله عشان خاطر جماهير الاهلي، عشان خاطر كل واحد يفرح اهله واولاده وابوه وامه كلنا ان شاء الله.